السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول لكم ان شاء الله ايه الحاجات اللي بتدخل غسالة الاطباق ومسموح بيها في غسالة الاطباق عادي، وايه الحاجات اللي احنا ما ينفعش ندخلها غسالة الاطباق. اول حاجة عندنا الازاز، اي حاجة ازاز سواء كوبايات او اطباق. بس نخلي بالنا ان احنا الكوبايات او الاطباق دي عليها رسومات، فممكن مع الوقت الرسومات دي تبدأ تروح، بسبب طبعا ان المسحوق بتاع غسالة الاطباق بيبقى قوي. فلو احنا يعني عندنا مثلا حاجة ومش عايزين الرسومات بتاعتها ما تروحش، فدي ما ينفعش طبعا تدخل غسالة الاطباق. تاني حاجة الاستانلس بكل انواعه، سواء معالق او اطباق او حلال او صواني ستانلس. كل ده بيبقى افضل حاجة في غسالة الاطباق، بيدخل عادي مفيش فيه اي مشكلة. تاني حاجة الاكروبال والبايركس. السيليكون، المعالق او اي حاجة سيليكون اللي هي القوالب اللي احنا بنجيبها دي بتدخل عادي غسالة الاطباق. بس يكون سيليكون يعني النوع بتاعه كويس، لان في انواع سيليكون ما بتبقاش كويسة، فلما تدخل غسالة الاطباق زي بتسيح كده او بيحصل لها انكماش او شكلها بيتغير لما تدخل غسالة الاطباق. البلاستيك بس لازم يكون موجود عليه العلامة اللي هي بتاعت غسالة الأطباق. الفخار بيدخل عادي غسالة الأطباق. الصيني، الميلامين. بس زي ما قلت لكم الحروف اللي هي بتبقى الذهبي أو الفضي اللي موجودة في الصيني أو الميلامين، أو لو في رسومات، فالحاجات دي مع الوقت، بس مش مع وقت قليل، يعني مثلا مع كذا سنة بتبدأ الألوان شوية بتاعتها تبهت أو بتروح جزء جزء. تمام. دي الحاجات اللي هي بتدخل غسالة الأطباق. ايه بقى الحاجات اللي ما بتدخلش غسالة الأطباق؟ أول حاجة الألمونيوم، لان طبعا بيسود. الخشب بيشقق مع الوقت وبيعمل عفونة. التيفال والجرانيت، لان انتوا اصلا لو اشتريتوا التيفال او الجرانيت لو مكتوب عليه ان هو ما ينفعش يدخل غسالة الاطباق، لان بعد فترة اللي هي الطبقة اللي هي بتخلي الاكل ما يلزقش فيهم بتبدأ تتأثر بقوة المسحوق بتاع غسالة الاطباق، وهتلاقوا بعد كده ان الاكل بقى يلزق فيها، والطبقة اللي هي اللي لونها اسود اللي فوق دي بدأ لونها يغير. تاني حاجة السكاكين، عشان خاطر بتبقى يعني زي بتبرد شوية كده، ما تبقاش حاملة زي الأول، خاصة لو فيها مسامير أو حاجات زي كده فبتعمل صدى. ولو هي مش ستانلس أصلي أو مش حاجة كويسة فبرضو ممكن تصدي في غسالة الأطباق. الترمس بتاع الشاي أو القهوة، لأن مع الاستعمال بيخلي الحاجة بعد كده ما تحتفظش بدرجة الحرارة بتاعته. الازايز، عموما الازايز برضو بتسيح او في غسالة الاطباق بشكلها كده بيتغير. كوبايات او الحاجات اللي عليها كريستالات اللي عليها رسومات والوان مثلا بالفضي والذهبي طبعا ده بيتغير. البلاستيك اللي مش موجود عليه من ورا العلامة اللي هي بتاعت غسالة الاطباق برضو بتتأثر. الاير فراير، الاير فراير برضو ما ينفعش ان احنا ندخلها الحلة بتاعتها في غسالة الاطباق، لان برضو بتتعامل معاملة الجرانيت والتيفال، فممكن تقشر مع الوقت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا لكم.